في علم النفس وعلم النفس الإيجابي، الاكتئاب متعلق بحدث في الماضي، والقلق بكل أنواعه متعلق بحدث في المستقبل. وعلشان نحاول نخرج من الحالتين دول والتشتت الكبير جدا الموجود فيهم، فلازم نسيطر على العقل. طيب نسيطر على العقل إزاي؟ بإننا نحاول نعيشه اللحظة. وأفضل حاجة من الحاجات اللي ممكن تعيش العقل اللحظة هي الذكر، لكن مش بس الذكر السطحي اللي بيعتمد على ترديد الألفاظ من غير معرفة معناها. التأثير فعلا بيظهر لما الإنسان بيتجاوز حدود اللفظ ويتفكر في المعنى، فيحس إن في تأثير من اللي بيقوله عائد عليه. ممكن ما تصدقش الكلام ده. تعال أقول لك حاجة من واقع أنت بتعمله كل يوم. الصلاة علشان تدخلها لازم تقول الله أكبر. الله أكبر من إيه؟ أنا في الصلاة. الله أكبر من اللي شغلك واللي قلقك ومن الصلاة نفسها. الله سبحانه وتعالى أكبر من الصلاة نفسها اللي هي وسيلة علشان نقف قدامه ونطلب منه ونثني عليه. طيب أول حاجة بنقولها في الصلاة إيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين في حد ذاتها ذكر، فخد بالك من اللي انت بتردده وحاول تتفكر في المعنى علشان تأثيره يظهر عليك. بل كمان علشان الإنسان يوصل لمرحلة الخشوع في الصلاة فلازم يركز في اللي بيقوله واللي بيردده، ولو بيصلي في الجماعة مع اللي بيسمعه. لو ما حصلش التركيز ده ومحاولة ربط العقل باللحظة، بيحس إن مفيش أي خشوع وإن الصلاة دي ما أثرتش عليه وخرج منها بدون أي عائد، يعني ما سابتش عليه أي تأثير بعد ما خلص. فمرحلة الخشوع تعتمد على إن أنت كمان تعيش العقل اللحظة، إنك تركز في اللي سمعته، تركز في اللي بتقوله، تكون مدرك لمعنى اللي أنت بتردده، مش مجرد حركات وبس. فلو بصينا لتكاليف ربنا سبحانه وتعالى على إنها حماية وحفاظا علينا هنحبها، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحفظنا من القلق ومن الاكتئاب ومن أي شعور هيأثر على الإنسان. عشان كده لازم نعيش اللحظة، ساعتها هتشوف فيها الخير وهتستمتع بيها. لكن لو شفتها تضييق وتضييع لوقتك وتحميلا لك بأوامر وتكاليف بما لا تطيق، هتفضل دايما قلقان، لأنك عارف إن راحتك فيها ومع ذلك بتبعد عنها. اللي عاوز الفلاح هيلاقي الفلاح في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. وعلشان تزكيها فلازم تربطها بالأكبر، بالأهم، بالأبقى. لازم تربطها بمصدر النور، ولذكر الله أكبر. والقلب علشان ما يتشتتش فلازم يطمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقاعدة بتقول: إذا غفل القلب سيطرت النفس، وهذا أخوف ما يكون. حتى لو عاوز كتير جدا من المتاع في حياتك فده مش عيب ولا حرام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، وده ذكر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر القول الكريم. ده كمان ذكر. حتى لو خايف على روحك في موقف صعب جدا، شوف سيدنا يونس عمل ايه واعمل زي سيدنا يونس. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسبيح ذكر، ولكنه كان متدرب على ده من زمان، كان مطيع، كان محب، كان ذاكر. علشان كده في الموقف الصعب الموضوع ما كانش صعب عليه، لأن القلب نفسه متعلق بربنا سبحانه وتعالى. ولو جينا نقيس ده على مقياس الوعي الهاوكنز هنلاقي إن الخوف درجته 100، يعني درجة منخفضة، لكن التسليم درجته 350، يعني أكبر بكتير. أما بقى التنوير فهو من 700 ل1000. وخليك فاكر كويس جدا الرقم ده، لأنك لو بصيت في العقائد والشرائع اللي كانت قبل كده فالتسبيح مش بس موجود في المسيحية واليهودية، ولكن التسبيح كمان موجود في البوذية وصولا للطاوية وكل ده. عاوز دليل؟ افتح أي صورة لتمثال لبوذا هتلاقي فيه سبحة كبيرة متعلقة على صدره أو في إيديه، وفي الطاوية هتلاقيها عبارة عن كرتين بحجم كف اليد بيسبحوا بيهم كده. الاتنين إما من معدن أو من خشب. دايما التسبيح كان موجود وطول الوقت موجود. حتى من أهم التسبيحات اللي بيرددوها آمي طوفو. آمي طوفو دي معناها التنوير اللامحدود أو تعظيم النور اللامحدود اللي رمزوله بعد كده ببوذا. عارف يعني إيه التنوير؟ يعني التنوير على قياس هاوكنز للوعي اللي هو من 700 ل1000. البحث عن النور ومصدر النور، لأن دايما كان الهدف هو ربط الروح بالقلب بالعقل
علشان يعيشوا في سلام ووئام مع بعض ويستمتعوا باللحظة، فيعرفوا يتوصلوا بيها للاطمئنان وللخالق. ده غير طبعا ان مصادر السعادة في علم النفس الإيجابي 4. أولهم وأهمهم وأكبرهم هو علاقتك الإيمانية. كل ما كانت كويسة كل ما حسيت بالرضا والسعادة. فعاوز تطمن، اربط نفسك بربنا سبحانه وتعالى رباط المحب. عاوز تطمن، كل حاجة بتتعلمها اربطها بالثابت مش بالمتغير، علشان وقتها طريقة تفكيرك ونظرتك لكل حاجة حواليك هتتغير بإذن الله للأحسن. وعلشان الفاهم بيريح، فأنا حبيت أشرحها بالطريقة دي، وأتمنى تكون الرسالة وصلت. سلام.